أهلا بكم أحبتي مشاهدي قناة الرشيد الفضائية. نحييكم من العاصمة البريطانية عبر برنامج من لندن. لماذا يختزل مفهوم التعددية في بلداننا العربية بالبعد الإثني والطائفي؟ وهل تمثل التعددية في المجتمع العراقي عنصر قوة أم عنصر ضعف؟ وهل يمكن الاستفادة من التشريعات القانونية والقيم السياسية في المجتمعات الغربية لتعزيز التجربة السياسية الفتية في العراق؟ كل هذه المحاور والأسئلة نطرحها على ضيفينا الكريمين الدكتور فالح عبد الجبار الأكاديمي والأستاذ في معهد التعددية العراقية، أهلا وسهلا بكم. والأستاذ عبد الحسين الباحث والكاتب والأكاديمي، أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الحسين. أعزائي المشاهدين، دعونا أولا نذهب إلى مشاهدة آراء بعض العراقيين المقيمين في العاصمة البريطانية لندن حول الموضوع، ثم نعود لنبدأ الحوار. أهلا بكم أحبة المشاهدين مرة أخرى. لو بدأنا منكم دكتور فالح، لماذا يختزل مفهوم التعددية مو بس بالعراق، في بلداننا العربية بشكل عام يختزل بالتعددية الإثنية والطائفية؟ ما هي تعددية ثقافية بالأساس؟ لا، هو مفهوم التعددية طبعا بعدة مستويات. مفهوم التعددية الحزبية يعني اللي هو جزء من أي نظام برلماني، تعدد الأحزاب. بس بالقرن العشرين مفهوم التعددية بلوراليزم يقصد به الأمم اللي غير متجانسة ثقافيا، فهو دالة على التعدد الثقافي أصلا يعني. والتعدد الثقافي تعرف الأثنيات ممكن يكون العلامة مالتها هي ثقافتها، لغتها تختلف، دينها يختلف، مذهبها يختلف، يعني المذاهب والأديان في هذا الإطار تعامل كحقل ثقافي. أي فتعدد القوميات والأثنيات والمذاهب والأديان هو جزء من التعددية، ولكن هو لا يغطي كل يعني لا يستنفذ مفهوم التعددية. التعددية الآن أصبحت بالمعنى الثقافي العام، يعني إذا نريد نجيب أمثلة بسيطة من حياتنا اليومية من العراق، مثلا شباب الإيمو جزء من يعني التعددية في المجتمع. الخوشية مدينة الثورة سابقا، صدر حاليا، أيضا جزء من هذا التعدد الثقافي. حتى الغجر إذا صحت يعني أريد البدو، ثقافة القرية تختلف عن ثقافة المدينة. أكو تنوع ثقافي بالمجتمع عابر أحيانا للمناطق أو أحيانا محصور في بعض المناطق. فالتعددية بهذا المعنى هو التعددية ربما بالعراق بسبب التناحر الطائفي تأخذ أحيانا، تحول الطائفة إلى عرق، تصبح مكون، تأخذ أبعاد أخرى، تكرس الانقسام بالمجتمع. هذا ما أقصده. التعدد الأثني والتعدد الديني والمذهبي شيء، والتعدد الثقافي أوسع من هذا، يعني قلت هذا جزء ذاك الكل. فطبعا الانقسام المذهبي ليس في مشكلة عمرها أكثر من 14 قرن يعني. نعم. المشكلة هي في تسييسها. نعم. المشكلة في التعددية هي تسييسها، والمشكلة الأكبر أنه ننتقل من التسييس إلى العسكرة. هذا ما حصل بالعراق. نعم. يعني انقسام الشيعة والسنة مثلا انقسام قديم. مع الدولة الحديثة، بالدولة الحديثة صار له معنى آخر. لما النظام السياسي يكون مفتوح للمشاركة، لما اقتصاد السوق حر ومفتوح للمشاركة، لما اكو حقل ثقافي كل الناس تشارك به، كل الجهات تشارك به، ماكو مشكلة. بس لما تغلق هاي الحقول انت تحولها الى مشكلة سياسية، لانه غلق هاي الحقول هو قرار من الدولة. دولة تحتكر الاقتصاد، دولة تحتكر التعيينات بالإدارة، تحتكر التعيينات بالجيش، تحتكر كذا. فإذا تمسكها مجموعة صغيرة تشغل نظام القرابة اللي حولها حتى تحمي نفسها، تستبعد بقية فئات المجتمع. ممكن فئات المجتمع ترد عليها أنه هذا احتكار دكتاتوري وهو الصحيح، أو ترد عليها أنه هذا احتكار طائفي وهو جزئيا صحيح. زين، فيحصل تسييس. هذا ما حصل بالعراق، هذا ما حصل بالعراق. نعم. أستاذ عبد الحسين، دراسة مهمة التعددية في المجتمع البريطاني مع دراسة ميدانية خاصة بالجالية العراقية في لندن. الأخ المخرج لا يسمح، يعني دراسة حقيقة مهمة، وأعتقد هي الأولى من نوعها في المجتمع البريطاني. ما الذي دفعك أولا لهذه الدراسة؟ الحقيقة هو الموضوع موضوع طويل ومتشعب وإلى علاقة، يعني خاصة موضوع التعددية مر بمراحل متعددة إلى أن وصل بهذه الصيغة الآن. اللي طور الفكرة أكثر في المفكر الفرنسي شارل دي مونتسكيو. هذا الرجل انطى أبعاد كثيرة لمفهوم التعددية، بحيث أصبحت تدخل في كل مفصل من مفاصل حياتنا الآن. فأصبحت يعني
تعددية سياسية، تعددية ثقافية، تعددية دينية، تعددية اجتماعية، وهكذا. فهذا المفهوم أخذ يتوسع الآن وأصبح من ضمن المفاهيم العصرية اللي نتداولها، مثل ما نتداول مفهوم الديمقراطية، مفهوم الحوار، ومفاهيم أخرى، نتداول مفهوم التعددية. المجتمعات بشكل عام يعني أصبحت يعني هذه نغمة التعددية يعني تنطي إيحاءات إيجابية يعني لدى المتلقي. الدافع اللي دفعني هنا أنه أقوم بهذه الدراسة لأنه الجالية العراقية أصبحت جالية كبيرة بالمهجر، والجالية العراقية خاصة في بريطانيا جالية كبيرة جدا ومتمركزة في لندن، يعني بحدود 70% من الجالية العراقية في لندن. عندكم إحصائية لعددها دكتور؟ الإحصائيات غير متساوية، ولكنها تفوق يعني الآن أكثر من 100,000 عراقي مقيم في بريطانيا. هناك من ينطي أرقام كبيرة جدا ويهولها لأغراض أخرى، ولكن في الحقيقة من خلال دراسة والبحث أنه الجالية العراقية بها الحدود، يعني بين 100 إلى 120 ألف عراقي مقيم في بريطانيا. نعم. الجالية العراقية بشكل عام بالمهجر يعني تربطها قواسم مشتركة كثيرة تصل إلى 70 إلى 75%، ولكن يبقى أقصد مقارنة مع يعني الوطن الأم لو دا أقارنها بالواقع. نعم. شو اسمه نعم. لأنه الجالية العراقية في المهجر بشكل عام هي به أكو قواسم مشتركة كثيرة. نعم. ولكن كل جالية لها خصوصيتها. نعم. الخصوصية تنبع من طبيعة العلاقة مع النظام السياسي في ذلك البلد، مع طبيعة الأحزاب السياسية في ذلك البلد، مع طبيعة المجتمع نفسه في ذلك البلد، ومدى تقبله للآخر المختلف أو للغرباء بشكل عام. الجالية العراقية في بريطانيا أيضا لها خصوصيتها، وإحنا من هالمنطلق هذا أيضا اجينا يعني أخذنا عينة كبيرة من مجتمع الجالية اللي موجود هنا وأقمنا الدراسة. الغرض من هاي المقدمة هو أنه النتائج اللي حصلنا عليها يعني قابلة للتعميم. المجتمع العراقي اللي عايش يعني بالمهجر بشكل عام هو تقريبا يعني يحمل نفس السمات اللي بالمجتمعنا بالداخل. نعم. نعم. ويحمل نفس الجينات يعني بالحقيقة. ولكن الفرق الكبير اللي صار شنو؟ أنه هذه المجتمعات المهاجرة بحكم التأقلم بالمجتمع الجديد صار لها نوع من التأثير بدرجة الوعي، يعني احتكت بالمجتمعات الغربية وأدركت يعني بشكل أو بآخر بأنه المفاهيم الموجودة الآن في هذه المجتمعات تتناقض مع مفاهيمنا الموجودة بالداخل. المفاهيم السائدة في هذه المجتمعات هي تدعو إلى العلمانية، أو هي بالحقيقة كلها مجتمعات علمانية. وبحكم معايشة هذه الجاليات بهذه المجتمعات يعني أدركوا وبشكل كبير، وممكن الإحصائيات اللي عندي تأكد هذا، بأنه الأكثرية هم ليسوا ضد العلمانية، لأن هم يدركون بشكل وبآخر أنه هم عايشين في كنف هذا المجتمع. أستاذ عبد الحسين، يعني أيضا عندنا سياسيين عايشين ببريطانيا من ضمن الجالية، احنا نقول متأثرين، بس لما رجعوا للعراق تخلفا ما كانوا بالعكس، ما كانوا علمانيين ولا كانوا يؤمنون بالدولة المدنية. يعني أنا قلت الأكثرية يعني لا ألغي هذه الفئة الموجودة. ممكن تعطينا بالأرقام؟ أي يعني الأرقام أنا عندي بحدود 43% يعني بالدراسة الميدانية قالوا نعم. نحن محل يعني أثناء أكو سؤال من ضمن الأسئلة في الدراسة الميدانية: ما هو تقييمك يعني للعلمانية في هذه المجتمعات؟ أو تقبلك إلها؟ يعني تقريبا 43% قالوا نعم. 45% قالوا إلى حد ما. إلى حد ما يعني هناك توافق بقبول القيم العلمانية، ولكن أكو تحفظات على بعض جوانبها. المشكلة اللي عندنا شنو؟ هناك يعني فهم خاطئ لمفهوم العلمانية. نعم. خلي حتى ما نحرق المحاور، خلي نرجع الدكتور فالح. نعم. نرجع للتعددية. الآن المجتمعات الغربية، مجتمعات العالم بشكل عام تتجه نحو المجتمع المتعدد الثقافات. أساس تطور المجتمع وتقييم المجتمع يتم تقييمه على أساس أنه مجتمع متعدد الثقافات، يضم ثقافات مختلفة بتسامح وبحوار. يعني هل يمكن إسقاط ذلك على الوضع العراقي؟ بمعنى آخر، هل يمكن يعني التعددية أن تكون عنصر قوة أم عنصر ضعف بالمجتمع؟ وبالتالي الدولة الحديثة، الدولة القومية قامت على التجانس الثقافي. نعم. وهذا التجانس واجه عقبة. نعم.
وهاي العقبة واحدة من مظاهرها ذبح الكاثوليك للبروتستانت والبروتستانت للكاثوليك، كان انقسام هائل في أوروبا. نعم. فظهرت فلسفة التسامح، لولاها كان هاي المجتمعات مزقت. بس فلسفة التسامح مو بس فكرة، قوانين ومؤسسات. نعم. احنا عندنا مشكلة تطلع أفكار زينة بس ما تتحول لها مؤسسات. يعني ليش هسه سؤال يطرح نفسه، ليش خليني بس أكمل هاي. تفضل. يعني لما انحلت أوروبا مشكلة الانقسام الديني المذهبي حتى تنشئ قاعدة جديدة للوحدة الوطنية، مو قسرية وإنما طوعية. نعم. هي قاعدة المصالح. احنا كلنا عايشين بهذا البلد، إذا يغزى هذا البلد نتحطم. نعم. كلنا عايشين من اقتصاد هذا البلد، إذا هذا اقتصاد ينهار نتحطم. كلنا عايشين في هاي البيئة، إذا هاي البيئة تلوث احنا نتحطم، وهكذا. المصالح يعني المشتركة. اكو مشتركات. نعم. خارج الأديان، خارج المذاهب، واسعة جدا، مشتركات إنسانية، مشتركات حياتية، مشتركات وجودية إلى آخره. فهذه المشتركات هي اللي نجحت بها الحضارة. هذه في مرحلة نشوء الدولة القومية اللي هي يفترض بها تجانس ثقافي، يعني تجانس لغوي، تجانس ديني، تجانس مذهبي بلغة ذاك العصر. بس حركة العصر الصناعي اللي دشنتها هاي الدول الحديثة، بريطانيا احتلت العالم كله. أمريكا شفطت أمريكا اللاتينية. نعم. فرنسا وصلت للجزائر وشمال أفريقيا، وراحت الهولندا وصلت إلى إندونيسيا وغيرها. فصار اختلاط بهذه الشعوب، وهذا بالقرن العشرين انعكس على هاي البلدان اللي هي راحت استعمرت هذه البلدان، خرجت منها ثم استقبلت هاي الشعوب. اليوم لندن 51% من سكانها غير بريطانيين، وكم شهر احد متداخلين 250 لغه في بريطانيا. في لندن ألمن 49% اللي هم بريطانيين. ما اعرف قد بيهم نسبه متجنسين، يعني مو بريطانيين بالاصل. اكو انفصال بين قوميه الشخص وجنسيته. الجنسيه عراقي بس هو مثلا هندي الاصل او جزائري الاصل الى اخره. فصار انفصال هذا بالعصر الحديث. هذا جزء من العالم. اليوم انت تروح مدن مثل نيويورك بالكاد تشوف بروتستانتي ابيض اللي هم مؤسسي امريكا، ما تلقاهم. احنا نمشي بالساوث هول بلندن نمزح لما نشوف واحد انجليزي ابيض قح نقول عنده فيزا ولا ما عنده فيزا. بالمزح يعني. اختلاط الثقافات هو معلم عالمي، وهو هو المستقبل بالمناسبة. هو صيغة المستقبل. لذلك الدولة القومية بعد ما حققت التسامح الديني داخلها بين السكان الأصليين خلينا نقول مالتها، انتقلت إلى الانفتاح على الثقافات والشعوب الأخرى. وهذه الآن طبعا تمر بمشكلة مو بهالسهولة. هذه الآن اكو مشكلة اكو بين الاندماج وبين اللا اندماج. الاندماج يقصد به يعني الدخول الطوعي وليس الصهر، يختلف عن الصهر. هنالك مجتمعات صهرية داخل المجتمعات الغربية. نعم، هذه هي السياسة البريطانية. نعم. بس الأحداث اللي صارت الأخيرة مثلا قتل الجندي صارت. دكتور خلينا بالمجتمع العراقي، يعني أنت مثل دول مثل اسكندنافيا معروف عنها تاريخيا أنه لغة واحدة، عرق واحد، وبالتالي المجتمع غير منفتح على الثقافات الأخرى. بينما تأخذ مجتمع مثل المجتمع العراقي بكل الديانات، كل الأطياف، كل الأعراق، وبالتالي يعني تقدم وفق القراءة الحديثة أنه المجتمع يقيم بتعدديته الثقافية ومستوى التسامح به. تقييمه يعني مجتمعنا كان مجتمع متطور جدا قياسا باسكندنافيا. اصلا التسامح والتعايش في المجتمع العراقي قبل نشوء الدولة الحديثة كان أكبر. نعم. لسبب مو لأنه اكو فلسفة تسامح واكو كذا، لا، وإنما بسبب عزلة المدن عن بعضها البعض. يعني اكو ناس يولدون في المدينة ويموتون بها، ما يشوفون خارجها، ما يطلعون خارجها. وسيلة الاتصال الوحيدة هي الحصان. احنا هسه بعصر الطائرة والسيارة والتليفون والتلغراف، وحركة الاتصال عالية جدا. وأقول المشكلة ليست في حركة الاتصال، المشكلة واحدة من مشاكلنا مثلا. أنا بنتي تروح المدرسة في بريطانيا تتعرف على أكو كتاب تدريس الدين، وهي مسألة جدا مهمة. نحكي على التعددية إذا الطفل ما يعرفها من شو اسمه، إذا من الطفولة هو يعتبر نفسه سلفي أو يعتبر نفسه كذا أو يعتبر نفسه كيت سين وصاد وعين، ميز نفسه، ما يقدر يشوف الآخر بعد، ما يقدر. أنا بنتي تعرف عن الهندوسية وعن البوذية وعن الكاثوليك وعن البروتستانت وعن اليهودية وعن الشيعة وعن السنة أحسن من كثير من طلاب العلوم الدينية، وأحسن من كثير من السياسيين. وتعرف انه فلان اكله ما ياكلوها، فلان اكله فلان دي، وتعرف الاسباب، تسالهم يعني
بالتالي هي التعارف هو جزء من التسامح، بالضبط. المعرفة والاتصال والتواصل، طبعا هذا على مستوى الثقافة، على مستوى التعليم. نعم. بس اكو عندنا مستويات اخرى اللي هي الدولة. انا حكيت بالبداية يعني. هو استاذ عبد الحسين يحكينا عن الدولة والقوانين. ليش العراقيين هنا متعايشين بسلام وبدء وبمحبة وماكو اي مشكلة تثارت لا بالاعلام البريطاني ولا على مستوى الجاليات الاخرى، بينما نجد ان هنالك تكريس من بعض الاطراف للطائفية او للعرقية بالعراق؟ هذا الشيء اللي أكد الأستاذ فالح، أنه الدولة لها دور كلش كبير جدا. يعني النظام السياسي هو يعني اللي يضع بصماته، والحقيقة إذا تريد ترفه الشعب وتخليه ياخذ مجراه الطبيعي أنه تنعش هاي الأشياء. مثلا أحد الأسئلة اللي موجودة بالدراسة الميدانية تدريس الأديان. نعم. إلى مفعول يعني إيجابي كبير جدا. يعني الآن الديانة الإسلامية أصبحت من الديانات الكبيرة جدا في المجتمعات الأوروبية. نعم. فانفرضت يعني فرض على، وهذه هي سياسة الدولة على دراستها من قبل الأديان الأخرى، يعني موجودة في كل المدارس الآن. نعم. سياسة الدولة يعني البريطانية لها خصوصية. نعم. يعني تختلف عن باقي الدول، يعني تكاد تكون هي تجربة فريدة من نوعها، لأنه أنت تتكلم عن قيم سياسية اجتماعية، لو تتكلم عن تشريعات قانونية في تشريعات قانونية وقيم. نعم. الاثنين مع بعض. تشريعات شلون تصير بدون قيم؟ نعم. بالضبط. يعني هنا أنت تلقى نوع من التمازج والتداخل ما بين السياسي والديني والاجتماعي. نعم. شلون في المجتمع. أنا أروح الفاصل أستاذ عبد الحسين. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، نعود بعده لتكملة الحوار، ابقوا معنا. اهلا بكم احبه المشاهدين مره اخرى. دكتور فالح، يعني لو رجعنا قليلا الى كتابك المهم العمامه والافندي، اشرت الى وجود جدليه بالمجتمع، صراع ربما خفي قائم بين رجل الدين وبين الافندي اللي هو متمثل بالاكاديمي والتكنوقراط، الاستاذ الجامعي والمعلم والتاجر الى اخره. هل تعتقد ان هذه الجدليه يعني وفرت ارضيه لعدم التسامح؟ يعني قسمة المجتمع انقسامات جديدة؟ بالتأكيد هو واحدة من مشاكلنا بالمجتمع أنه رجل الدين عنده أثورتي، عنده سلطة مرجعية. نعم. ما بيها قوة قاهرة، مو تختلف عن سلطة الدولة الباور. فهو كان تقريبا يحتكر تشريع. نعم. يحتكر الإفتاء، القضاء، الحسبة بالأسواق. نعم. بالمجتمع الزراعي. بالمجتمع الحديث هو يفقد هاي الوظائف بالتدريج، فلذلك حاول يتمسك بها، وهذا واحدة من منابع التصادم. يعني أجيب لك مثل تحديد العيد. نعم. هل القمر في لحظة العيد نعم. موجود ب4 مكانات مختلفة؟ هذا جرم سماوي إلى حركة مرصودة، وممكن استخدام التلسكوب لكل المسلمين. تحددها بالثاني. لماذا يصر رجل الدين على أن هو يحدد موعد العيد، موعد الإفطار، موعد الصيام، موعد الكذا؟ لأنه يفقد سلطته، سلطة تعيين الزمن المقدس. نعم. يفقدها للأفندي، يفقدها للطبقات الجديدة المعتمدة على التعليم الحديث وكذا. وهو يصور أي فقدان لهذه السلطة على أنه ضياع للدين. دكتور، بس بالواقع العراقي، بس تحديدا اسمح لي. نعم. بالواقع العراقي ربما تجد رجل دين متنور ليبرالي، وربما تجد أفندي يرفع شعارات طائفية أو خطابة رجعي وإلى آخره. هذا صحيح، من مفارقات الحياة، بس هذه استثناءات وليست القاعدة. نعم.
يعني التيار العام بوسط رجال الدين هو النزعة المحافظة. نعم. النزعة المحافظة طبعا يطلع لك ناس مثل السيد السيستاني، يطلع لك ناس يعني مصلحين مثل الشهرستاني يدعو مثلا للتعليم الحديث بالعراق. ما كانوا يردون بس التعليم بالمدارس الدينية. الشهرستاني قاتل في سبيل فتح المدارس العلمانية. نعم. المدارس اللي تدرس العلم الحديث وغيره، والآن أصبحت هي القاعدة. فقصدي منطق المؤسسة الدينية ورجل الدين هو الحفاظ على حدوده مهما كان الثمن. حدوده يعني منطقة نفوذه. نعم. حتى لو أدى هذا إلى تقسيم مذهبي وإلى تسييس هذا التقسيم. هو هذا التقسيم المذهبي. هل نحتاج الآن دكتور، يعني العراق بلد لو تأخذ أي مدينة عراقية، أنا بنسوب الشيوخ بها السني والشيعي والمسيحي والصابئي، كل الطوائف والأديان، الآن بسبب الظروف السياسية هاجر البعض. فهل نحتاج فعلا إلى محميات اجتماعية؟ نحتاج برنامج دولة شامل عام حتى يعيد التوطين وحتى يرتب الوضع ويعيد تكوين الشخصية العراقية والمجتمع التعددي بالعراق. يعني هذا تتحدث عن حلول أمنية وإجراء حلول إدارية، هذه لا تنفع. نعم. المشكلة الأساس، احنا ليش ماكو مشكلة ببريطانيا من هذا النوع؟ نعم. لأن السوق مفتوح، أنا أقدر أدخله والشيعي يدخله والسني يدخله والبهائي يدخله والبوذي يدخله. نعم. سوق مفتوح، بس لما الدولة هي السوق، نعم، ولما الحاكم مسيطر عليه، ولما أنا ما أدخل له أبدأ أفكر ليش هذا بده يقصيني؟ هل لأنه هو سني وأنا شيعي، أو بالعكس هو شيعي وأنا سني؟ نعم. يعني يصير احتكار الدولة للحياة كلها. نعم. ماكو مجال ما محتكرته الدولة. نعم. الحل الجذري تريده طرد الدولة من هاي الميادين وقصرها على التمثيل السياسي ووظائف الأمنية وكذا. طرد الدولة من الهيمنة على الثقافة، على الإعلام، على الاقتصاد، دولة عالم ثالث ودولة عربية هي على بالنتيجة. النفط. هذا هو الحل التاريخي أنا أحكي. نعم. هذا هو الحل التاريخي، بس الوعي به مسألة ضرورية. الناس نعم. ما تفتهم. الصراع السني الشيعي في العراق هو صراع على السلطة وعلى الثروة. نعم. نعم. وين العباسيين اللي سرقوا الإمامة من العلويين؟ وينهم؟ حتى واحد يحاسبهم مثلا. وين الأمويين؟ منهم؟ وينهم؟ نعم. يعني احنا هذا الصراع التاريخي احنا نحكي على البعد الاجتماعي لا للتاريخ. تفهم، وده اقول لك يعاد انتاجه على هالاساس. نعم. على اساس صراع تاريخي حديث تتولد عنه مفاهيم للشرعيه وللا شرعيه. نعم. للاحقيه واللا احقيه. ما هذا كل يعني الناس اللي يمثلون هذا التاريخ القديم ما لهم وجود. نعم. خلي ارجع للاستاذ عبد الحسين. استاذ عبد الحسين، دراستك الميدانيه، العراقيين ومدى تقبلهم للاخر، انفتاحهم على الاخر، اندماجهم بالمجتمع البريطاني، من خلال دراستك حتى نحدد طبيعه سلوك الشخصيه العراقيه وكيفيه تقبلها للاخر، هل هم يصنفون نفسهم على اساس عراقيين بريطانيين او هم بريطانيين من اصل عراقي؟ يعني تحس الشخصيه العراقيه هذه موضوع من المواضيع الجدليه، مساله المواطنه، بس نرجع للتقارب اللي موجود ما بين التجربه البريطانيه اللي هي تمتاز بالخصوصيه، يعني تحترم خصوصيات الاخرين. نعم. يعني هنا مثل ما تفضل استاذ فالح، هي الدوله تعتبر مثل آلة اداريه لقياده المجتمع، وبنفس الوقت تعزز وتفعل من القيم اللي موجودة، قيم التسامح، قيم الحوار، قيم العدالة الاجتماعية، تفعيل القانون. نعم. اللي تمتاز به بريطانيا هو تفعيل القانون والفصل الواضح ما بين السلطات. احنا عندنا بالعراق هاي الأمور تقريبا ضبابية، يعني نلاحظ الشق الكبير اللي موجود ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، واللي ترك ضلالة الكبيرة عليه من على السلطة القضائية اللي هي أساسا عليها مآخذ كبيرة لعدم حياديتها. هذا المبدأ لو تفعل بشكل كبير جدا ينطي نتائج إيجابية بالعراق. المواطن العراقي ما قبل الدولة أستاذ عبد الحسين، ما قبل تأسيس الدولة العراقية، كان يعني تاريخيا احنا ما نعاني من أزمة تعايش، كانت الناس تعيش مع بعض، واكو ثقافه تعدديه وتسامح عاليه بالعراق مقارنه بالدول الاخرى. فليش يعني ليش انحسرت هاي الان؟ بالعراق يعني هو هذا المبدا موجود، يعني نعم. مبدا التعايش، نعم. لكن الدوله هي اللي تلعب الدور الاكبر في تفعيله. الدوله المؤدلجه تقصد؟ المؤدلجه. احنا نعم. الان نعيش حاله صراعات نعم. في داخل الدوله العراقيه، يعني الصراع ما بين دعاة الدوله الدينيه وما بين المطالبين بالدولة المدنية الديمقراطية. نعم. وهذا الصراع واضح الآن على الساحة السياسية، ولسبب ما أنه التيار الديمقراطي عندنا شوية ضعيف. وإلى أسباب،
لو التيار العلماني المدني الديمقراطي يتفعل، وعندنا أكثرية صامتة بالعراق حقيقة، اللي من خلال الانتخابات اللي صارت الأخيرة تحس أنه أعداد كبيرة جدا ما شاركت. هذه يعني ممكن واحد الآن يتوجه لها بالمستقبل وتكون أصوات انتخابية، يعني أنت تبقى ضمن اللعبة الديمقراطية، أنه شلون تجيب هاي الأصوات بحيث أنه يعني تفعل عملية الصراع اللي موجود الآن لصالح قوى الديمقراطية. وهي المشكلة فعلا أزمة الديمقراطية بالعراق دكتور تنعكس على المجتمع وقيم المجتمع وعادات وتقاليد المجتمع. يعني بالتأكيد ولا ما عندنا تقاليد ديمقراطية احنا بالعهد الملكي دكتور، احنا قرأنا وسمعنا عن فترة قصيرة. نعم. وبعدين الأيديولوجيات الثورية سخفتها. نعم. واحدة من عوامل التثقيف أيضا أنه الحكومات نفسها حلها المتكرر البرلمان خلى صورة الديمقراطية تهتز عند الناس. نعم. بس المشكلة وين احنا عندنا الأسوأ من هذا، أنه الآن يفهمون الديمقراطية أنا عندي الأكثرية إذا أنا أحكم كما أريد. نعم. هاي مو ديمقراطية. الديمقراطية أولا تقوم على حرية الرأي المتنوع والمختلف، واحد. نعم. اثنين، مو بس حق الأكثرية بالحكم، حق الأقلية بالاعتراض وأن يكون لها رأي ويكون حقها في أن تبني نفسها كأكثرية، لأن احنا نتحدث عن أكثريات سياسية. حق الفرد بالمواطنة بالضبط، أنه توصل الحرية إلى حق احترام الفرد الواحد. إذا عندنا واحد لنفترض جدلا بمجرد الجدل كافر يقول أنا هاي كل الأديان أعتبرها مو صحيحة، من حقه يقول هذا الرأي، من حقه يعبر عن هذا الرأي، بس ما من حقه يعتدي على حياة إنسان آخر، ولا من حقه يصادر ممتلكات إنسان آخر. والآخرين من حقهم يردون عليه، هذه حرية رأي، بس ما من حقهم يعتدون على حياته أو ملكيته. زين ما تحتاج إلى قيم اجتماعية هذا قانون، هذه فلسفة التسامح صارت قانون. نعم. أنه لا يجوز للحاكم أن يفرض مسائل الإيمان باستخدام سلطة الدولة. ما يصير تفرض علي. العراق موقع على ميثاق حقوق الإنسان. هذا التوقيع بدنا نحكي، مو أنت بس قوانين، أنت تريد مؤسسات حامية. نعم. تريد قيم اجتماعية تتقبل هذا. احنا في مرحلة طلعنا من 3 حروب، مرينا بحرب أهلية طاحنة ما تزال ذيولها قائمة. الأجيال هاي 3-4 أجيال تربت على عنف سافر، عنف الدولة شبعته والعنف بين أطراف المجتمع. ما هي ثقافة التسامح مرادها واحدة من أسسها دكتور أنا إنه الحل السلمي للاختلافات. نعم. أنا عشت بكردستان، وكردستان يعني جزء من المجتمع العراقي. حسيت أنه قيم التسامح كبيرة جدا، يعني تقبل الآخر بشكل كبير، يعني حسيت بس فرغت العنف خلال من 91 إلى 96 حرب أهلية كانت. نعم. فرغت العنف قبل الجزء العربي، يعني واحنا من 2003 ل 2013 بعدنا ما فرغنا، لأن هواية أطول يمكن. العرب يعني أو أكثر حدة احنا الجزء العربي من العراق، بس قصدي العنف فرغ. نعم. وما تزال ديولة بعده، يعني انقسام بين سليمانية وأربيل مع محبتي يعني للشعب الكردي واحترامي الكامل. أنا أحكي على قيم اجتماعية في الشارع، وحتى لي أول كلام بغير معنى أقول. نعم. ما تزال هاي الانقسامات المناطقية والدينية أيضا موجودة. نعم. حتى بين الانقسامات بين الطرق الصوفية يعني، بس هي انقسامات ثقافية. يعني مثل ما هسه عندك رأي تحب اللون الأزرق، أنا ما أحب اللون الأزرق، أحب اللون الأخضر. اختلاف هذا نحوله إلى عركة نحله بالسلاح، لو أنه كل واحد يحتفظ رأيه، أو لو نتجادل بطريقة حضارية. دكتور حتى انتقل للأستاذ عبد الحسين، تشعر أنه هاي الظروف السياسية الصعبة اللي جاي تمر على الشعب العراقي هاي طارئة ما راح تترك على الجسد العراقي يعني بالتأكيد آثار كبيرة؟ بالتأكيد راح تترك آثار كبيرة، ومن الصعب التخلص منها بسهولة. تحتاج إلى فترة أنا أقدر، يعني ما أريد أحبط الآخرين والسامعين وكذا، يمكن من 3 عقود إلى 5 عقود نحتاج حتى ننتقل إلى الحالة يعني السوية إذا صح. أنا أعتقد يعني ما أدري، فسدت عالم اجتماع ورجل اختصاص، بس فعلا العراق إذا مر بأزمة استرخاء سياسي أو من يصالحون السياسيين نشوف ينعكس هذا على الشارع بشكل مباشر. بالتأكيد. الناس ترجع مع بعض، و2011 و2012 المجتمع العراقي على القيم. نعم. على القيم، يعني الشعب الألماني تربى على أنه هو الشعب المتفوق، وأنه يحق له يدوس بقية الشعوب الأخرى ويخرق أي قانون. نعم. ولما انهزمت ألمانيا بقوا محتفظين بهاي بداخلهم. نعم. ب 68 جيل الثورة الطلابية هو اللي خلص ألمانيا من هاي العقدة.
نعم. يعني ما كان مشبع بها. خل- كم سنه احسب لي انت؟ اي طبعا سنوات. وهذا نحكي في اوروبا مهد العلم الحديث الحضاره والعلمانيه والمدنيه والى اخره. قس على ذلك يعني. نعم استاذ عبد الحسين، ايضا نعرف شلون ينظر الاخر انه يعني الحكومه البريطانيه، المجتمع البريطاني اكيد احتك بجاليات كثيره، كيف ينظر للجاليه العراقيه من خلال دراستك الميدانيه الى تنوعها، الى يعني احترامها للقوانين، الى كفاءاتها، الى نوعيتها؟ التنوع الثقافي هو يعني معلم حضاري. نعم. والحكومة البريطانية أو سياسات الحكومة البريطانية هي مستمدة من سياسات الأمم المتحدة. نعم. ومبدأ احترام الآخر نعم. وحقوق الإنسان وغيرها. نعم. هناك مبادئ كثيرة حقيقة مفعلة بالمجتمع البريطاني، بحيث أنه الإبداع مو فقط صار على فقط الجوانب الحياتية، وإنما حتى في نمط معيشة الإنسان في المجتمع البريطاني. هي مسألة ثقافة. نعم. وبريطانيا هي متعددة الثقافات، يعني الآن هي تتكون من 4 دول. نعم. اللي هي ايرلندا، ويلز، سكوتلاند، وانجلترا. نعم. هي اساسا يعني مجتمع متعدد الثقافات، فاحترامه لخصوصية الآخرين هي هاي النظرة للآخر. يعني احنا جاي نشعر بحق الاختلاف، جاي نشعر بالاحترام، جاي نشعر بالتقدير، يعني انت متساوي مع المواطن الانجليزي بكل الحقوق والامتيازات، والمبدأ العدالة الاجتماعية بالملموس تحسه في هذا المجتمع. وانت منفتح الى الاخر ومحتفظ بخصوصيتك. بالضبط. مسألة الاندماج اللي اشار لها صديقنا فالح تعتمد على طبيعة الإنسان نفسه. نعم. هو أكو اندماج اجتماعي يعني متكامل، وأكو اندماج اجتماعي جزئي. نعم. ومن خلال الدراسة الميدانية كانت النسبة الأكبر اللي يفضل أن يكون مندمج، ولكن يحافظ على على خصوصياته وهويته. نعم. نعم. والحقيقة الجالية العراقية يعني من خلال أيضا الدراسة الميدانية وجدت أنه هناك الأكثرية إيجابية بالتعامل، لأنها هي جالية متعلمة. نعم. وإلها حضور متميز بالمجتمع البريطاني. نعم. ولهذا ينظر إلها بمنظار آخر، يعني مقارنة بالجاليات الأخرى الموجودة. نعم. حقيقة أنه الجالية العراقية جالية متعلمة. نعم. وقدرت أن يعني الكثير من المبدعين أن يفرضون وجودهم في هذا السؤال المجتمع. اللي يطرح نفسه، ليش العراقي دائما لما يخرج إلى مجتمع آخر وثقافة أخرى يندمج وياها ويكون جزء فعال وإيجابي من المجتمع، بينما يعني للأسف أقول يعني بالعراق يتغير السلوكيات؟ ليش؟ هو هذا سؤال أيضا يطرح نفسه. أنا اللي أعتقد أنه الجالية العراقية بشكل عام من خلال الدراسة أنه هي جالية متعلمة. نعم. ويعني نسبة المتعلمين بها هي العالية. نعم. نعم. وهذه هي صفة المهاجرين العراقيين اللي طلعوا خاصة في بداية المرحلة الأولى في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات. نعم. الواقع والاحتكاك مع الغرب والتأقلم، طبيعة الحياة الجديدة وغيرها. نعم. تفرض يعني هي متطلبات الحياة هنا تفرض أنه يصير نوع من الانفتاح بالوعي. نعم. إحنا عندنا هذه المنظومة بالعراق، يعني شبكة منظومة الوعي الفردي والجمعي تقريبا يعني يشوبها نوع من النقص، لأنه فعلا المواطن العراقي من ذاك يعني الانغلاق الكامل في زمن النظام السابق تحول فعلا من المحلية إلى العالمية. يعني نعم. الآن دخلت التكنولوجيا بكل أبعادها وين بالمجتمع، ولكن تتغير الشكل الخارجي، ما تغير الإنسان من الداخل. خلينا اكو سلوكيات لشباب عراقي جديد الان حقيقه تختلف وتبشر بخير، خلينا نتناولها بالجزء الاخير. فاصل قصير اعزائي المشاهدين، نعود بعده لتكمله الحوار، ابقوا معنا.
أهلا بكم أحبة المشاهدين إلى الجزء الأخير من البرنامج. دكتور فالح، الآن هاي تكنولوجيا المعلومات، الانفتاح الحضاري، هذا المجتمعات يعني انفتحت على بعض، هاي ما راح تكون قيم اجتماعية جديدة، قيم اجتماعية جديدة بالعراق برأيكم؟ هي المشكلة هذا انفتاح العالم على بعضه عبر الانترنت، عبر الموبايل، عبر الصحون اللاقطة وغيرها، ده يسوي حركة باتجاهين. اتجاه أول هو التفاعل، نعم، زيادة التفاعل بين الثقافات والتعرف على بعضها البعض والانفتاح. نعم. بس بنفس الوقت عندك عناصر محافظة بالمجتمع تخاف منها، وهذا الصراع جدلي قائم على طول التاريخ. تصير ردود فعل، نعم. تصير ردود فعل. نعم. لذلك من يجون سواحل مصر بعض الأصوليين يروحون يقتلوهم، يغتالوهم، أو دولة الصين تطلع قرار تمنع الصحون اللاقطة، أو الإنترنت في سوريا مثلا كان حكومي في مبنى ومطوق. نعم. هو فكرته أنه انفتاح المجتمع على بعضه، مو بس مجتمعك وإنما المجتمعات العالمية الأخرى. فالاتصال يولد هذا، ده يولد اندفاع شديد هائل، زخم هائل بالتواصل وانفتاح القيم، وده يولد أيضا ردود فعل عنيفة من القطاعات المحافظة أو الجزر المحافظة اللي تخشى من هذا الانفتاح. سميته جزر يعني، وبالتالي امام بالضبط. هي نهاية شباب دكتور، شباب مستقبل. الان اكو جيل شباب جديد، تفكيره غير، انفتاحه غير، تسامحه غير، خلقت اجيال جديده بالعراق. هذا صحيح، لانه تشوف الشباب اللي اعمارهم دون سن 30 بين 60 في اوطى والى 68 في اعلى احصائيات عن المنطقه العربيه الاسلاميه. نعم. انت تحكي عن 67 68% من السكان شباب. زين. طبعا لازم يصير تمييز، انه اللي بالريف غير اللي بالمدينه، اللي من فئات فقيره ما عندهم فرص تعليم غير اللي من فئات متوسطه اللي هي الان اوسع فئه اجتماعيه. بس بشكل عام ميل الشباب هو نحو التجديد، نحو الانفتاح، نحو الكذا، فتظهر حركات متنوعه تعبر عن هاي الصبوه. نعم. وهذه تراكميه، يعني هي ما راح تغير الوضع بلحظه، بين عشيه وضحى، تراكميه. فانا اتوقع هذا الجيل وابنائهم هم اللي يسوون المؤسسات اللي تحمي فلسفة التسامح. نعم. والقبول بكل تعدد مهما كان شكله، مهما كان نوعه، ثقافي أو ديني، مذهبي أو سياسي، اجتماعي أو غير اجتماعي. يعني هل تعتقد أستاذ عبد الحسين، السؤال لك، هل يمكن تحديث المنظومة الدينية ببلداننا؟ يعني هل يمكن ذلك؟ أنت كونك مغترب، عشت عمر كبير بالعراق وعشت هنا وتغيرت عندك بعض المفاهيم، بعض الرؤى، بعض الأفكار. هي ثقافة. نعم. إذا تم تعزيزها وتطويرها يمكن أن تحدث يعني نقلة نوعية. التعويل على مثلا الفئات المهاجرة، يعني العراقيين اللي بالمهجر، يعني في الحقيقة أكو انفتاح كلش كبير، وبنفس الوقت يعني ما تلغي العزلة اللي موجودة. أنت تقصد الاستفادة من خبراتهم. نعم. الأكاديمية. فعكس التجربة اللي موجودة في البلدان اللي عايشين بها بالعراق، يعني نعم. تفعيل عملية التأثير والتأثر. نعم. إذا حدث هذا بالعراق ممكن أن ينقل. ثانيا، الآن تجربة الإسلام السياسي. نعم. في العراق. نعم. يعني وفشلها في يعني تحقيق إرادة الجماهير. نعم. أيضا هذا راح يخلق رد فعل معاكس لدى الكثير من الشباب اللي موجودين والأجيال الجديدة. نعم. بالتوجه نحو يعني تخطي مسألة الطائفية وغيرها إلى آخره، يعني تكون بالتأكيد راح تنطي ثمار إيجابية. يعني هناك إمكانية، ولكن على المدى البعيد مو القريب. أهم التشريعات الموجودة بالحكومة الموجودة في الدولة البريطانية واللي نفتقدها احنا بالعراق باعتقادكم، واللي يساعد على التسامح والانفتاح على الآخر وتحترم التعددية؟ هناك لجنة حقوق الإنسان واللي لجنة المساواة. أجيب لك مثال. هنا الحزب الوطني البريطاني هو من يعتبر من الأحزاب اليمينية. نعم. مجرد أنه بالنظام الداخلي مالتهم كاتبين أنه الانتساب لهذا الحزب فقط للبشرة البيضاء، يعني نعم. إشارة عنصرية واضحة. إشارة عنصرية واضحة. محكمة كبيرة هنا في لندن، في وسط لندن، أقامت طبعا لجنة حقوق المساواة هي اللي قدمت الدعوة. نعم. وتبنتها هاي المحكمة، فانطوهم انذار يعني امام خيارين: اما تساقون الى المحكمة او تغيرون النظام الداخلي مالتكم. نعم. هذا تفعيل لقوة القانون. وبالفعل الحزب
سوى اجتماع استثنائي وناقشوا الموضوع وأجبر على تغيير نص القانون. وسوى مؤتمر نعم. وأجبر على تغيير هذه الفقرة، والآن مسموح لهذا الحزب نعم. أنه يدخل الآسيوي والأسود وأي. وهاي أيضا ننقلها للدكتور فالح. دكتور، يعني هل يمكن تشريع قوانين مثل قانون الأحزاب اللي يحدد التنظيم السياسي أو التيارات السياسية بالعراق على أسس قانونية؟ احنا ما عندنا قانون احزاب. وليش انت باعتقادك يعني والله لأنه الاحزاب ما تريد تبقى على هواها، تخفي مصادر تمويلها اللي تسرقها سواء من الدوله وتحصلها من دول اخرى. تريد ايضا ما تتقيد. احنا احزاب الاسلام السياسي الحاكمه الان المهيمنه على الدوله كلها طائفيه، السنيه والشيعيه كلها طائفيه. زين، وين قوى المجتمع؟ هو المجتمع العراقي الضاغطه وينها؟ ما هي الطائفيه فيها جانبين. نعم. جانب احتكاري، جانب اقصائي، وجانب اندماجي، جانب دفاعي وجانب اعتدائي اذا صح التعبير، عدواني اذا صح التعبير. يعني عندما حكومه تضطهد طائفه معينه، هذه الطائفه تعبر عن هذا التظلم بتاسيس هويه خاصه. هذا التظلم بجانب ايجابي انه يقول لك الجسم السياسي بخلل. مثل درجه الحراره بالجسم المريض، مثل التضخم بالاقتصاد، مثل المظاهرات بالسياسه. ولكن هي هاي حدود الايجابيه مالتها. الحدود الاخرى، الجوانب الاخرى هي تقسيميه. يعني انت بدل ما تعالج الخلل بالنظام السياسي، انت تعيد بناءه على فكره الهويه المذهبيه. زين، هاي الهويه هل انفصلت الوطنيه العراقيه عن ايديولوجيه الدوله؟ فصلت باعتقادكم؟ ضعيفه. اتصور لان نشوف الدوله العراقيه تاسست. نعم. شروط الوطنيه نعم. مؤسس الوطنيه العراقيه وجعفر ابو التمام. نعم. تاسست الوطنيه العراقيه 1921. نعم. على اساس تحالف سني شيعي. نعم. اسسها جعفر ابو التمام والجادرتشي لاحقا. اسسها جعفر هو المبادر. زاحم الباكرتشي يعني كان ينظم موكب حسيني مع منقبه نبويه وفي جوامع شيعيه سنيه. هو مؤسس الوطنيه العراقيه. وضيف لها عنصر ثالث، هو عنصر ترضيه او انفتاح على الاكراد بفعل الضغط البريطاني، لأن القائمين على الوطنية العراقية ما كان عندهم وعي بالتعدد القومي. نعم. كان عندهم وعي بالانقسام المذهبي، وحاجتهم إلى فضاء ثقافي جديد اسمه الوطنية العراقية. الوطنية العراقية هاي ضربت. نعم. الآن أعيد تأسيسها بشكل غلط. أنت لما تعتبر نفسك أكو تظلم طائفي أو تظلم مذهبي، أدلجت الوطنية دكتور. سميه ما شئت. هي المشكلة الحقيقية. أنت مستبعد غير. نعم. مستبعد سياسيا. نعم. لما ينفتح يصير النظام ديمقراطي لكل 100,000 عراقي أو 150,000 عراقي نائب بالبرلمان، فوين الخوف؟ نعم. ليش تخاف؟ إذا النظام الديمقراطي يسمح بالتمثيل العادل والمتساوي، الخوف وين؟ مو بهذه. خوف برأي الأغلبية ولا برأي الخوف أنه الدولة عزيزي مالكة للثروة الاجتماعية. نعم. لما تسيطر على السلطة السياسية تسيطر على الثروة، لما تسيطر على الثروة تسيطر على وجود الناس. أنا ما أقدر أصير بالإدارة، ما أقدر أصير بالجيش، ما أقدر أصير بالأمن، ما أقدر أصير بأي وظيفة بسبب هذه الهيمنة. وماكو سوق خارج الدولة. يعني أنت هنا افرض الدولة تضطهدك اكو قطاع خاص او تستبعدك لاسباب انت مثلا ما صار لك 20 سنه بريطاني مثلا، ما لك حق تدخل البرلمان. نعم. لنفترض او تستبعدك انت من العمل في دوائر الدوله. هنالك فرص اخرى في القطاع الخاص. هل المشكله بالعراق مئات الشركات، مئات الكذا، مئات المشكله بالعراق هي الدوله الريعيه، بلد نفطي وبالتالي الحكومه بالضبط. الدوله مالكه لكل شيء عزيزي. نعم. مو بس ريوع النفط، هذا تحجيم. عندنا مشكله حقيقيه بالعراق الان. الاعلام الولاء الثقافة للطائفة، الولاء مو للحزب، مو شنو مكونات الوطنية العراقية باعتقادك؟ أو خلينا نقول مكونات الهوية الوطنية العراقية. أنت كعراقي شلون تميز نفسك عن الآخرين؟ شنو حقنا في البقاء في هذا البلد، حقنا في التمتع بثرواته، حالنا حال الآخرين. نقطة راس سطر. عقد اجتماعي. العقد الاجتماعي. ماكو عقد العدالة الاجتماعية. ماكو عقد اجتماعي. نعم. ماكو. بعدين احنا اكو كذبة كبيرة. باسم الطائفة تحكم أحزاب. نعم. انت تعرف تعريف السني الجيد او الشيعي الجيد شنو؟ يكون عضو في حزب اسلامي لازم يكون. هذه النقطة. هل المجتمع العراقي مجتمع متدين؟ انا مضطر انتقل بالاسئله، الوقت كل شيء يداهمني. السؤال العراقي غير من خلال دراستك. مجتمع غير متدين اساسا.
يعني من خلال الأحاديث اللي تصير الصداقية كثير ما تطلع لا دكتور، كلمات نابية. دراستك الميدانية. نعم. الجالية العراقية الموجودة، هل هي جالية يعني متدينة أو جالية علمانية من خلال الدراسة، ولا هاي أسئلة خاصة لا من خلال الدراسة أنه موجود يعني نسبة كبيرة جدا من الجالية اللي هم يعني متدينين ويمارسون طقوسهم، وأكو حقل خاص بحرية العبادة، وهنا الدولة تضمن حرية العبادة بشكل كامل، ما له علاقة. ماكو صراع علماني إسلامي حسيته بالساحة البريطانية بين الجالية؟ البريطانية موجود أيضا، لأنه حاد موجود بأشكال مختلفة، لأنه قلنا هي الجالية العراقية اللي موجودة هنا هي انعكاس لواقعنا بالعراق. نعم. يعني نريد أو ما نريد موجودة هذه الصراعات والتناحرات والكذا، ولكن ما بارزة بشكل كبير. نعم. ليش؟ لأنه هنا قوة القانون موجودة، لكن سمة التسامح والانفتاح على الآخر هي السائدة. إضافة إلى يعني صفة التسامح، يعني هو بريطانيا دولة متسامحة. نعم. يعني اللي يجي يزور بريطانيا يعجب بديمقراطيتها، يعجب بفلسفة التسامح الموجودة. نعم. يعجب بأمور كثيرة. عندك دراسات ميدانية يعني بمدن عراقية كثيرة، وربما من أول الدراسات بالعراق بعد 2003. هل المجتمع العراقي مجتمع عنده منظومة قيمية متشددة؟ نعم ولا، يعني التشدد قيم موجودة. نعم. التشدد شنو؟ فرض هذه القيم بالقوة. نعم. أو مهاجمة القيم المختلفة. نعم. نعم، لأن المجتمع عنيف بنسبة عالية جدا. مجتمع عنيف. المجتمع العراقي عنف، طبعا مو عنف بسبب الحقوق. جينات. أنا داحكي عن حقبة، احنا من عام 1981 احنا في حالة حرب. بس دكتور هسه انا حتى اشاكسك بسرعه، بعد 2003 لمده 8 اشهر من 2003 سقوط النظام الى بدايه مجلس الحكم، لم تسجل اي حاله طائفيه او احتراب داخلي، بالعكس كان الشعب متسامح. 8 اشهر وهي يفترض بعد يا فتره بالضبط من ابريل 2003 الى حد تاسيس مجلس الحكم. والدليل على انه مو مجتمع عنيف. خلي نقول الطائفيه انا اسميها مذهبيه بمعنى الاختلاف الثقافي. نعم. انا اؤمن بنبي معين، أئمة معينين، أنت تؤمن بنبي آخر أو أئمة آخرين إلى آخره. نعم. أنا لا معتدي عليك ولا أنت معتدي علي، ولا أنا فارض عليك ولا دكتور، اليهود والمسلمين والمسيحيين يعيشون آلاف السنين بالعراق بدون مشاكل، يعني هذا ما يعطي الطباع الشخصية العراقية شخصية متسامحة. صحيح. نعم. لما تجي قوة التحول من المذهبية إلى الطائفية، التسييس. نعم. ومو المجتمع يسوي، قوى سياسية، الفاعل السياسي، قوى سياسية عندها مصلحة في هاي القضية سواء منا أو منا. نعم. يعني التسييس، أنا ليش أسميه تسييس المذهب؟ تسييس المذاهب. تسييس المذاهب ما يجي من المجتمع، يجي من القوى السياسية. زين، السؤال نفسه سألته للأستاذ عبد الحسين. نعم. المجتمع العراقي باعتقادك مجتمع متدين؟ نعم، ولا متدين، ولكن يعني تدين معتدل، مو تدين عنيف. نعم. العنف هو من المنظمات السياسية. تاريخيا العراق يعاني من أزمة تعايش سلمي؟ لا ليش؟ يعني بالعهد الملكي أنا أتصور كان الصراع سلمي، يعني بالوسائل، المظاهرات، العرائض، البرلمان، الصراع السياسي أصلا. نعم. زين، باستثناء القضية الكردية طبعا اللي كان اكو يعني استعصاء في حلها بسبب النزعة القومية المركزية الشديدة عند الدولة ضد الأكراد. زين، يعني أنت الآن احنا اكو إمكانية لنتجه للعمل السلمي في كل شيء. نعم. في حل التعدد الثقافي، سواء كان معناه الأثني أو الديني أو المذهبي أو الثقافي العام، يعني حتى وصولا إلى رأي فرد واحد. استقطابات حادة بالمنطقة والعامل الخارجي دكتور، يعني حضارة فارسية وتركية وعربية وكردية، ما تعتقد أنه هاي تعيق؟ وحضارة بدوية وحضارة حضرية أيضا، يعني لا تنسى. يعني هاي الصراعات كلها تنعكس بالواقع السياسي. بالتأكيد. بدقيقة واحدة، مستقبل العراق، أنا مستقبل العملية السياسية، اكو جيل سياسي الناس تريد تسمع، اكو جيل انت كعالم اجتماع، اكو جيل سياسي قادم بعد. نعم. خلال سنوات. نعم، مو خلال سنوات،
جيل 30 اذا في ناخذ ابن اوروبا خلدون. الجيل السياسي 10 سنوات، في اوروبا وفي الغرب في امريكا جيل سياسي 10 سنوات تطلع اسماء اي جديده. لانه مو الحكم هناك دورتين، احنا الحكم عندنا الله يدري 5 دورات لازم تعطونا علاوه يعني. نعم استاذ عبد الحسين، هل تعتقد ان هنالك جيل سياسي قادم، بالتأكيد. قيم سياسيه جديده؟ بالتأكيد التعويل على يعني الجيل القادم بالتأكيد، أنه إذا وقلت لك أنه أنت لا تعيش على سلبيات غيرك، نعم. تقدر أن تحقق إيجابيات بالمستقبل. الحركة المطلبية الجماهيرية، حركه الاحتجاج الاجتماعي، الاحتجاجات اللي تصير وغيرها، هذه آفاقها المستقبلية، يعني راح تتفعل بالمستقبل، وأعتقد تنطي نتائج إيجابية كبيرة بالمطالبة بتوسيع مجالات الحرية، تحقيق المنجزات للجماهير، العمل على تشريع قوانين تحمي الناس، العمل على تفعيل قانون الأحزاب. على فكرة هذا قانون الأحزاب هو وحده لا يصدر، هو يحل مشاكل كثيرة جدا، لأنه راح يصير الانتماء يعني عضو الحزب ما يكون على أساس مذهبي أو على أساس ضيق، وإنما راح يكون على أساس عراقي، مواطن عراقي، حب الأول للعراق. هل تخشى على التعدديه بالعراق؟ وانا اقصد هنا مو التعدديه بوعدها الطائفي، التعدديه هاي الاديان الموجوده بالعراق، يعني الاقليات الصغيره، الايزيديين، الصابئه، يعني بوضعهم جزء الحالي من وضعهم صعب، المسيحي. بوضعهم الحالي وضعهم صعب بالتاكيد، وضعهم صعب، اعتداءات على المسيحيين، في اقصاء غير معلن للصابئه، في يعني هذه الظواهر موجوده. مو هذا يتعارض ويا الديمقراطيه، احنا ما عندنا ديمقراطيه. المهم الناس قلنا الفهم السائد عند الديمقراطيه انه اغلبيه تعمل الاغلبيه التي تفوز بالانتخابات، اقصد الاغلبيه السياسيه تعمل ما تشاء، ومو صحيح. هل تستطيع هذه الاغلبيه ان تشرع قانون يلغي البرلمان مثلا، او يلغي الانتخابات، او يعني يبيح القتل على الهويه مثلا؟ ماكو. الديمقراطيه هي اليه لاختيار الحكومه. اذا نتائج الانتخابات الاخيره، السؤال الاخير لك دكتور فالح، ما تعكس وصول تيارات مدنيه ربما تغير من المشهد، تغير من التشريعات، تغير من اداره الدوله لا هي تغير التوازن بين القوى القائمه. يعني دولة القانون مثلا ما حصلت على نفس المستوى اللي حصلتها بانتخابات 2009. انا احكي على تيارات مدنيه. احتجاج الناس ايضا، احتجاج الناس يظهر في بهاي القضايا الصغيره. طبعا طبقه سياسيه جديده حتى تنشا نحتاج وقت بعد، يعني 10 15 20 سنه، لان هاي الطبقه لن تزول الا يعني تتدخل الطبيعه، ومن الطبيعه يعني انه مثل الحكام العرب ما يروح الا بالموت. زين، هذا هذول الجيل الجديد محظوظين، يعني مبارك وغيره يعني طلعوا بدون موت، يعني قبل ما يموتون طلعوهم. محظوظه شعوبهم يعني بهذا لا اكو ديمقراطيه واكو تطور واكو انتقال سلمي للسلطه بالعراق، وان شاء الله نكون اكثر تفاؤل. الدكتور فالح عبد الجبار الباحث في معهد دراسات عراقيه، شكرا جزيلا لكم. الاستاذ عبد الحسين الطائي الباحث والاكاديمي والكاتب، شكرا جزيلا لكم. وشكرا لكم احبه المشاهدين، والى اللقاء في حوارات اخرى، في امان الله.